السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. في الفيديو ده باذن الله هنتكلم على كل حاجه حرفيا خاصه بالمنح الدراسيه. فسواء انت طالب لم توفق من وجهه نظرك وجبت 50 او 60 او 70 او حتى 80% وبرضه لسه مصمم انك تدخل الكليه اللي هي كليه الصغر بتاعتك او كليه احلامك، او سواء انت طالب متفوق وجبت برضه 91 او 92 او 92 ونص او 93 او بتلعب في ال 89 او 88 وعايز برضه تخش كليه طبيه سواء صيدله او اسنان او علاج طبيعي او حتى طب بشري، سواء بقى برضه انت علم رياضه عايز تخش هندسه او حتى ادبي والتنسيق للاسف جه عليك. فانا باذن الله هقول لك النهارده على البديل الثاني للتنسيق في مصر، تمام؟ الا وهي المنح الدراسيه. خلينا بس قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نعرف يعني ايه منحه دراسيه ونعرف اقسام المنح الدراسيه ونعرف المنح الدراسيه دي كده كده اصلا مقسمه الى منح بره مصر، اللي انا الحمد لله رب العالمين يعني كان ربنا موفقني في المنح اللي بره مصر وحصلت على المنحه التركيه لعام 2024. فالحمد لله رب العالمين ادي الورق بتاع المنحه التركيه بتاع 2024 ورق اللي انا كنت بذاكر منه للمنحه. فباذن الله هنتكلم على كل حاجه حرفيا سواء بقى جوه مصر او سواء بره مصر من شخص الحمد لله رب العالمين له تجربه واقعيه على ارض الواقع في المنح الدراسيه. خلينا قبل ما نبدا تعالى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ما تعرفنيش انا محمد حسن، طالب بكليه الطب البشري. مش هطول عليك، اتمنى بس انك تعمل لايك بحيث الفيديو ده يوصل لزمايلك، وبرضه لو عايز تدخل صاحبك نفس الكليه اللي انت فيها وتروحوا مع بعض وتيجوا مع بعض، ابعت له الفيديو ده لعل انتوا الاثنين تقدموا على نفس المنحه ويجي لكم نفس القبول وباذن الله تروحوا نفس الكليه ونفس الجامعه يا صديقي. طيب خلينا بقى نبدا اولا كده يا صديقي، يعني ايه اصلا كلمه منحه؟ بص صديقي، عشان نعرف كلمه منحه دراسيه تمام لازم نعرف انواع المنح الدراسيه او اقسام المنح الدراسيه. عندنا يا صديقي المنح الدراسيه نوعين من حسب التكلفه بتاعتها، يا اما منحه مموله بالكامل يا اما منحه مموله جزئيه. تمام؟ يعني ايه اصلا مموله بالكامل؟ يعني انت حرفيا من اول سنه في الدراسه لحد اخر سنه في الدراسه انت ما بتدفعش جنيه. كليه وليكن في مصر ب 150,000، فانت من اول سنه وليكن بشري من سنه اولى لحد سنه 5 انت مش هتدفع ولا جنيه. دي بما يعرف به المنحه المموله بالكامل. ولكن عندنا حاجه ثانيه يا صديقي الا وهي المنحه الجزئيه. طيب يعني ايه بقى يا صديقي المنحه الجزئيه؟ المنحه الجزئيه اللي هي بتكون على جزء من المصروفات، يا اما 50% يا اما 25% يا اما 75%. وانا كمحمد الحمد لله رب العالمين قدمت لواحده قريبتي السنه اللي فاتت، تمام؟ في جامعه ما خاصه يعني، وحصلت على منحه في كليه طب الاسنان بخصم 50%. فهتقول الخصم 50% قليل؟ لا خالص. انت مثلا لما تكون الكليه ب 150 وتخشها انت ب 75,000، لا انت كده انت مش محتاج حاجه تاني، حرفيا انت فل، انت توب. دي المنحه الدراسيه. تمام؟ فاحنا زي ما احنا قلنا عرفنا ان المنحه الدراسيه يا صديقي عباره عن منحه مموله بالكامل وعباره عن منحه جزئيه. تمام؟ طيب خلينا بقى نتكلم على انواع المنح الدراسيه. احنا كده عرفنا كده الاقسام بتاعتها، منحه مموله بالكامل ومنحه جزئيه. تعال بقى نعرف المنح اللي عباره عن ايه. المنح دي يا اما عباره عن منح جوه مصر، يعني الجامعات المصريه هي اللي بتقدمها، يا اما منح بره مصر. والمنح اللي بره مصر انا الحمد لله رب العالمين زي ما قلت لك في بدايه الفيديو كان ليا نصيب ان انا اخش المنحه التركيه. تعال نتكلم ببساطه كده المنح اللي بره مصر مثلا زي المنحه التركيه، وهي دي منحه مموله بالكامل. هقول لك انا كمحمد حسن ليه اخترت المنحه التركيه بالذات وقدمت فيها. اولا يا صديقي تذاكر الطيران، يعني مثلا انت هتسافر من هنا لتركيا حرفيا على المنحه.
الاكل والشرب والسكن على المنحه، مصاريف الدراسه على المنحه. عايز اقول لك وازيدك من الشعر بيت، بيدوك مصروف شهري، يعني بتاخد كده كل شهر شويه فلوس كده. كان 5000 ليره، يعني على ايامي كانت 5000 ليره، مش عارف بقى السنه دي تبقى كام ليره باذن الله. ولكن انت متخيل تذكره الطيران، مصاريف السكن، اكل والشرب والسكن، وكمان مصروف شهري كل شهر. طيب الا وهو ده كله يا صديقي موجود في المنحه التركيه. تمام، والحمد لله رب العالمين انا قدمت على المنحه التركيه. تمام، بنفسي. على فكره ان المنح يا شباب في مكاتب كتير جدا جدا بتقدم، مش هقول لك المكاتب دي وحشه، لا المكاتب دي كويسه جدا، ولكن انا كمحمد قلت اجرب ليه ما اقدمش بنفسي. الحمد لله رب العالمين قدمت بنفسي وتفوقت على اكتر، يعني في مكاتب كتير جدا قدمت لناس لزمايلي وللاسف ما اتقبلوش. انا قدمت بنفسي والحمد لله رب العالمين اتقبلت في المنحه التركيه. بعد ما اتقبلت في المنحه التركيه يا صديقي، بعتوا لي كده ايميل على الجيميل بتاعي، قالوا لي دير محمد حسن كونجراتوليشن وي نوتسيت ذات، احنا بنخبرك انك اتقبلت قبول مبدئي في المنحه التركيه. وبعتوا لي كده انك مفروض تروح السفاره التركيه اللي هي في الدقي، تمام، يوم كذا الساعه كذا، ويكون معاك قلم رصاص. طيب انا رحت اليوم ده، كنت طالع من هنا الساعة 5 الفجر من المنوفية، رحت الدق اللي هو في القاهرة في الساعة 5 الفجر تقريبا. تمام، طلعت من هنا الساعة 5، وصلت قالوا لي اوصل الساعة 9، فأكيد هطلع من هنا بدري بحيث مثلا أوصل الساعة 8 واستناهم بره. رحت الصراحة لقيت ناس مش كتير، يعني سكة مثلا 150 أو 160 واحد، تمام، موجودين هناك، بس الصراحة ناس هاي ليفل، يعني بتتكلم انجلش، بيتكلموا انجلش يعني اللي هو زي ما يكون نيتيف سبيكر، واحد اصلا جاي من امريكا، واحد جاي من انجلترا وبيتكلم معاك انجليزي. فقلت يا جدعان انا هعرف يعني ادي في وسط الناس دي ازاي. الحمد لله رب العالمين دخلت الانترفيو. قبل ما اخش الانترفيو كان في امتحان، وهم قايلين لنا في امتحان رياضه. امتحان الرياضه ده يا صديقي اللي انا عايز اقوله لك ان امتحان بالانجلش، هو الامتحان ده بالانجلش. تمام، انا اتدربت على اسئله من الامتحان ده، عباره عن اي كيو وامتحانات كده، قعدت اتدرب عليها بنفسي واجيب اسئله بنفسي يعني حضرت الامتحان ده مش هتصدق في سكه اسبوع. تمام، الحمد لله رب العالمين دخلت الامتحان ده، كان تقريبا 80 سؤال تقريبا على ما اتذكر، يا اما 80 يا اما 40، يعني يا اما بجد 80 يا اما انا فاكر اللي هو يا اما 4 يا اما 8، فتقريبا عشان يبقى نسبه 99 كان 80 سؤال في ساعتين الا ربع بدون آلة حاسبة. بجد كان 80 سؤال في ساعتين الا ربع بدون آلة حاسبة. وانا الصراحه ما واجهتش مشكله اصلا في وجود الآلة الحاسبة او لا، لانه بيعتمد على الاي كيو واسئله مدربه. ممكن انزل لك برضو الحاجات دي على جروب التليجرام. هو الامتحان حرفيا بيجي بنسبه 90% من الورق اللي انا كنت ماسكه ده اللي دخلت لقيته وحليته والدنيا كانت زي الفل. بالرغم على فكره انا اقسم بالله ما انا مش حافظ جدول الضرب، يعني والله انا محافظ جدول الضرب. انت متخيل داخل امتحان مش حافظ جدول الضرب، ولكن الحمد لله رب العالمين دخلت وحليت عادي جدا. بعد ما خلصت الامتحان دخلونا كده، طلعونا بره بقى تاني. احنا دخلنا بتاع 10 في قاعه كده، القاعه فيها سبوره قدامك، الشاشه التفاعليه الكبيره دي بتعد لك وقت وتمام كده، ومحدش بيراقب عليك على فكره، ناس محترمين جدا جدا جدا، كلهم من تركيا عشان تبقى عارف، يعني مفيش حد عربي، في واحد بس مترجم بيبقى ايه مترجم عربي. بعد كده طلعونا وقعدوا ينادوا على اسمائنا بالدور. تمام، دخلنا بقى نعمل الانترفيو. يعني ايه انترفيو؟ لقيت واحد قاعد كده في النص بمكتب، واحد جنبه ده تركي بيسالني بالتركي، واحد تاني بعربي بيترجم لي لعربي. من بعض الاسئله اللي هو سالها لي، انت ليه اخترت المنحه التركيه؟ انت لما باذن الله من اكتر الاسئله اللي هو لو انت اتسالت وجاوبت بكلمه هتترفض، الا وهي انت ناوي بعد ما تخلص دراسه تقعد في تركيا ولا تسافر؟ قول له لا انا هسافر البلد بتاعتي. تمام، السؤال ده لو جاوبته هقعد في تركيا انت مرفوض. تمام، وش اهو. قال لي بقى تعرف ايه عن تركيا؟ مش عارف تركيا كم مش عارف مدينه وكم محافظه ومش عارف ايه رئيس تركيا دلوقتي، العمله بتاع تركيا. وانا عشان كنت تخصص طبي قال لي يعني ايه الفرق بين الدي ان ايه وايه الفرق بين الار ان ايه، وقعدت اتكلم معاه كده شويه، والحمد لله رب العالمين الانترفيو خلص على خير يا صديقي. تمام، دي تجربتي في المنحه التركيه عموما. ولكن انا اتنازلت الصراحه على المنحه التركيه، لان انا
يعني لاسباب شخصيه، يعني مش حابب اوضحها هنا، ولكن دي كل التفاصيل على المنحه التركيه، وانا الحمد لله رب العالمين مقدم على المنحه التركيه بنفسي. فانا برضو هختار شويه من المشتركين في القناه بتاع 3 او 4 ماشي من المشتركين في القناه هنا هختارهم كده. فلو عملتش اشتراك اعمل اشتراك، وباذن الله يعني لعل وعسى يقع عليك الحظ كده يا صديقي، وباذن الله انا اقدم لك، وباذن الله تتقبل يعني زي ما انا اتقبلت. تمام؟ طيب دي كل حاجه خاصه بالمنحه التركيه. عندنا برضو حاجه اسمها المنحه الروسيه، روح ابحث عنهم برضو كتير. تمام كده؟ لو يعني مثلا ما حلفكش الحظ وما اخترتكش انك تكون من ضمن الناس اللي انا هقدم لها باذن الله مجانا. على فكره المكاتب بتقدم، في مكاتب كتير جدا بتقدم للمنح دي 5000 و6000 و11000 و12000 وفي ب 20000، تمام، على حسب بقى المكتب والثقه بتاعته. يعني دي عموما المنح اللي جوه او اللي بره مصر. تعال بقى نتكلم على المنح اللي هي جوه مصر. اولا كده يا صديقي، المنح اللي جوه مصر بتكون منح للجامعات الخاصه والجامعات الاهليه، ولكن لازم تكون جايب المجموع الكليه اللي انت عايزها خاص. يعني مثلا عندنا جامعه السادات او جامعه الرياده في السادات التمريض فيها من 55%. انت عشان تاخد المنحه بتاعتهم لازم تكون جايب 55% في تمريض. طب افرض انا مثلا جايب 55% وانا عايز اسنان، والاسنان التنسيق الداخلي بتاعهم مثلا 79، هل ينفع اخد منحه؟ لا. طب ليه؟ لانك مش جايب المجموع بتاعها. انت فاهمني؟ فمثلا التمريض عندنا من 55% لازم تكون جايب 55% عشان تاخد المنحه الدراسيه. طيب زي ما احنا قلنا ان المنح الدراسيه اللي جوه مصر اغلبها بتكون منح مموله بالكامل. طيب عايز اقول لك بعض الشروط. يعني مثلا انت لو فيك حاجه من الحاجات اللي انا اقولها دي فانت مؤهل مليار في المية انك تاخد منحه دراسيه مجانيه تماما طول سنوات الدراسه. اولا تكون من ضمن الناس اللي والدهم او والدتهم بتاخد تكافل وكرامه. في حاجه كده في مصر اسمها تكافل وكرامه. اسال والدك قول له انت بتاخد اب تكافل وكرامه ولا لا. والله لو بياخد اب تكافل وكرامه فانت مؤهل انك تاخد منحه مموله بالكامل. هقول لي طيب انا عرفت دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ اهدى بس عليا. برضو لو انت والدك متوفي، تمام كده، برضو يحق ليك انك تاخد منحه دراسيه مموله بالكامل. لو انت برضو من ضمن شهداء القوات المسلحه، قوات جويه، برضو بتاخد منحه مموله بالكامل. وانت برضو لو من ضمن المصابين او حد عندك مصاب من الجيش فانت برضو مؤهل انك تاخد منحه جزئيه اللي هي بتبقى 50% او 75% على حسب الاثر اللي موجود في الجسم. دي المنح اللي هي لغير المقتدرين، واقول لك برضو ازاي تقدم عليها دلوقتي. طيب في منح بقى يا دكتور انا جايب مثلا 90 وجايب 91 جايب 89 وعايز اقدم مثلا على كليه طب بشري. هقول لك برضو لازم تكون جايب المجموع. يعني مثلا مصر كانت واخده من جامعه مصر الخاصه طب بشري كانت واخده من 85 وكانت واخده من 84. يعني قول متوسط لو انت جايب مثلا 86% وعايز مثلا تقدم طب بشري وعايز منحه، قدم في جامعه مصر. قدم في جامعه مصر. تمام. طيب في بقى بيعرضوا على 50 منحه كل سنه تقريبا، فباذن الله تكون من ضمنهم. عايز اقول لك برضه لو انت جايب 91 او 92 او 92 ونص لحد 93 وقفت مثلا على طب بشري على 1 او 2 او 3%، فانت بتقدم برضو على الجامعات الاهليه اسمها منح تفوق للثانويه العامه، وبرضو موجوده في الجامعات الخاصه. طيب انت مفروض تقدم ليها ازاي؟ بتروح حبيب قلبي للشؤون. تمام كده؟ بتروح بقى في حاجه كده اسمها الشؤون. خش مثلا اقرب جامعه ليك، ولكن انت في المنوفيه روح جامعه المنوفيه الاهليه او السادات الاهليه او الرياده. قول لهم اول ما تخش البوابه قول لهم انا عايز اقدم واروح للشؤون. تمام؟ للشؤون هيودوك للشؤون، تسال عليه، تقول لهم ايه تفاصيل المنح الدراسيه لغير القادرين. انا والدي مثلا بياخد تكافل وكرامه، انا مثلا انا متفوق جايب 91% وعايز اخش عندكم طب بشري، وهكذا. طيب هنستعرض معاكم دلوقتي اهم المنح الدراسيه الموجوده في مصر. اولا منحه اسمها منحه الشيخ صالح كامل، في بتضم الجامعه المصريه اليابانيه والاكاديميه العربيه للتكنولوجيا والنقل البحري وجامعه درايه. التخصصات الموجوده فيها يعني دي الكليات اللي موجوده فيها: الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، الحاسبات، اللوجستيات، الهندسه وعلوم البيئه، الطب البشري، التمويل والاستثمار. دي اول منحه. تاني منحه عندنا اسمها منحه سويرس للتفوق، دي موجوده برضو في الجامعات عين شمس واسكندريه واسيوط والنيل والزويل والمصريه اليابانيه والجلاله والمصريه المعلوماتيه والجامعه البريطانيه.
برضو دي بتوفر مصاريف الجامعه، بتوفر الادوات، بتوفر السكن، فيها برضو مصروف شهري، بتاخد لابتوب، تاخد تدريب، ده كله مجانا. التخصصات الموجوده فيها الهندسه وحاسبات وعلوم وزراعه وحقوق واعلام وتجاره وتمريض. تمام. عندنا برضو منحه اسمها ISF، دي الجامعات: جامعه زويل، جامعه النيل، الجامعه المصريه اليابانيه، جامعه الجلاله، جامعه المنصوره، جامعه المنصوره الجديده، جامعه العلمين الجديده، جامعه الملك سلمان الدوليه. برضو بيكون بتغطي مصاريف الجامعه، بتعمل برضو دعم لمشاريع التخرج. تمام. التخصصات اللي فيها نفس التخصصات اللي احنا قلناها قبل كده. فانت لو عايز تقدم في اي منحه من دول، انت لازم تروح بنفسك للجامعه لشؤون الطلاب، تخش لعميد الكليه. الموضوع مش سهل على فكره، لا انت محتاج تسعى، محتاج مثلا تدوس على نفسك شويه، انك هتوفر لو شرطه هتوفر بتاع 70، لا مثلا لو اخش تمريض هتوفر 70,000، اضرب 70 في 4، انا مش حافظ جدول الضرب فمش عارف. مثلا تخش طب بشري ب 160 او 170,000، هتوفرهم خلال 6 سنين او 5 سنين، هتلاقيك بتوفر بتاع 1.5 مليون، مجرد انك تتعب شويه خلال يومين او 3. دي كل التفاصيل على المنح الدراسيه يا صديقي باذن الله. لو انت برضو يعني عندك اي سؤال في الكومنتات اكتبه باذن الله وهنرد عليك، وهختار برضو زي ما احنا قلنا من المشتركين ناس اقدم لها على المنح جوه مصر وعلى المنح بره مصر بنفسي يعني، وباذن الله تتقبل فيها. فمش هطول عليكم اكتر من كده، استودعكم الله والسلام عليكم.